رغم الوجع والمآسي والغثاء والحزن من بعد أبونا وحجم الفاجعة في وفاته، ورغم حجم المصاب اللي يهد البدن وذي بلغ مبلغه فينا وسوى أسواته، الحمد والشكر لله آخرا وأولا، سبحان من ليس يحمد في المكاره سواته. هذه المرثية إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عبد الله محمد قاسم بعوم، مرفوعة من أولاده أحمد ومحمد ويوسف، تحكي وتعبر بما فيها. كتب كلماتها المستشار هادي حسين هادي الرصابي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أداء شبل خولان. رغم الوجع والمآسي والغثاء والحزن من بعد أبونا وحجم الفاجعة في وفاته، رغم الوجع والمآسي والغثاء والحزن من بعد أبونا وحجم الفاجعة في وفاته، ورغم حجم المصاب اللي يهد البدون وذي بلغ مبلغه فينا وسوى سواته، وما بنقول غيره وذي شل واعطى ومان، الحمد له ما ملا أرضه ويملي سماته، الحمد والشكر لله آخرا وأولا، سبحان من ليس يحمد في المكاره سواته، يا كبد حني حنين المغترب للوطن، ويا الهواجس حني والهامي في رثاته، وحنين مسير ابونا لا تنهجر وحون، ومن جبل عق من كبده وداخل رياته، على الذي فارق أهله كلهم والسكن، وساب حقه وما يملك وفلت لداته، وسار ما شل فوقه غير ثوب الكفن، ولا أخذ شي سوى ما قدمه في حياته، وعاش مؤمن وصابر في الرخاء والمحون، ولا تأثر بطيب الوقت أو مغرياته، وقلبه أبيض وصافي من بياض اللبن، وأنا طالب من نعيم الباري إلا رضاته، عليه منا سلام الله ملموس شون، سلام يغشاه من وحياه حتى مماته، وألف رحمة تطيب مرقده والدفن، ليوم ما يبعث الموتى ويحيي رفاته، مهما ذكرناه والهاجس بوصفه رطوان، بنترك الناس تتحرك وتذكر صفاته، والمعذره قبل ما ننسى على غير ضوان، لازم نرد الوفا والشكر بالشكر ذاته، لكل من قام بالواجب معانا ومون، حضر بنفسه وواسانا وقدم عزاته، وكل من دق بالهاتف رساله ورون، يكتب له الأجر ويجازيه بأحسن جزاته، ومن تخلفه معذور في ذا الزمان، العالم الله بالواحد وما في نياته، ما ننقد أحد ولا نقدر نعيب حدان، الوقت شوعه وقد كلان محمل كفاته، ختامها مسك ظاهرها وفيما بطن، صلوا على من أمرنا الله بس كصلاته، صلت عليه السماء والأرض وأهل اليمن والجن والإنس
والإنس والعالم بكامل لغاته، والجن والإنس والعالم بكامل لغاته.